عمرك سألت نفسك هي ليه أغلب اللابتوبات بتكون شكلها متشابه؟ بتلاقي إن أغلب اللابتوبات بتاع كل شركة ليها نفس الديزاين، نفس الألوان، نفس حتى توزيع الزراير على الكيبورد. ليه الشركات بتعمل كده؟ وهل دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ خليني أوضح لك. أول حاجة هي تكلفة الإنتاج والتصنيع. أنت عندك الشركة لما بتنزل لابتوب بشكل معين وديزاين معين، تلاقي إن الجيل اللي بعده ممكن اللي بعده واللي بعده كمان نازلين بنفس الديزاين، بنفس الجهاز، بنفس كل حاجة، ما إلا الرقم بس اللي عليه اتغير. طب ليه بيعملوا كده؟ لأن ببساطة لما عملوا تصميم وصنعوا من القالب الأولاني اللي تركب جواه البورده والمكونات دي كلها، جم بعد كده اتبقى معاهم قوالب منها وعندهم نفس التصميم هو، فعشان يصنعوا قوالب جديده بتصميم جديد ده بيكلفهم فلوس كتير جدا. فطبعا عشان اهم حاجه الشركات بتفكر فيها هي هتلاقي ان هم ما بيغيروش التصميم بتاعهم الا كل 3 او 4 اجيال. زي عندك مثلا الديل بريزيشن، تلاقي ان 77 10 وال20 شبه بعض، ال30 وال40 برضه شبه بعض، ال50 وال60 وال70 كمان الثلاثه شبه بعض. غير عندك لابتوبات اتش بي اللي بقى لها اكتر من 10 سنين بتنزل عيله البيزنس بتاعتها، كلهم نازلين بنفس الديزاين ما بيتغيروش. فالشركات بتعمل كده عشان تقلل من تكلفه الانتاج والتصنيع. تاني سبب هو التقليد والمنافسه. انت عندك شركه زي ماك بوك مثلا بقى معروفه بالديزاين والتصميم بتاعها، والشركات كلها دلوقتي بقت بتحاول تقلد تصميمات الماك في الاجهزه بتاعتها. فعندك اغلب اجهزه البيزنس مثلا بتاعت اتش بي زي 845 و745 وغيرهم من برضه شركات زي ديل ولينوفو، بقوا بيحاولوا يقلدوا على قد ما يقدروا تصميمات الماك، لان ببساطه هم شافوا ان شركه ابل نجحت في الديزاين بتاعها، فكل الشركات دلوقتي بقت بتحاول تقلدها. فشركه زي ابل عمرها ما تيجي قدام وتقوم مغيره تصميم الماك بوك بتاعها، لانه خلاص بقى هو ده التصميم الاعتيادي اللي اغلب الشركات بقت بتحاول كمان تقلده. طب دلوقتي بعد ما عرفت ليه اغلب اللابات بتكون شكلها متشابه، هل انت شايف ان دي حاجه ايجابيه ولا لا؟ اكتب لنا تحت في الكومنتات.